جی السلام علیکم. او زه دلته ولاړ یم، تاسو ګورئ چې دا تیاریانې د ورکوټي اختر د لمونځ روانې دي. نن د جمعې ورځ ده، د مارچ 20 تاریخ دی او دلته دا د منظر لپاره تیاری روانې دي. تاسو ګورئ دا به تاسو ته ټول چې څومره جمع وشي به تاسو ته د دې لږ یو سکند باندې مې کوم ټولو تاسو ته ښیم. دنیا دلته روانه ده، ګورئ ورته دلته ډېره ګڼئ. ما خو سهار په 9 بجې په جومات کې وکړو ځکه چې ما له دې له ځان تیارولي. په لندن کې هم پښتو ویلی کېږي. ښه ګورئ ورته دا خلک را جمع کېږي ورو ورو. Go, no, go. دلته دا لکه د ټول نظام د دې دوه کسو په سر باندې یو له قدرت زبردست ده. الله اکبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله
الله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي طووا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فوله. وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تب علينا قبل الموت، وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اشفهم أنت الشافي، اشفهم أنت الشافي، اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما. الہ العالمین جتنے بھی حاضرین یہاں جمع ہیں، مائیں بہنیں بہن بھائی بوڑھے جوان بچے، الہ العالمین سب کا آنا قبول و منظور فرما. الہ العالمین سب پر اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی مغفرت کی بارش برسا. الہ العالمین جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن تو مغفرت کا اعلان کرتا ہے، الہ العالمین اس تمام مجمع کی مغفرت کا اعلان فرما دے. الہ العالمین جب ہم یہاں سے اٹھے تو جیسے تیرے حبیب نے فرمایا کہ وہ جب لوٹتے ہیں تو مغفور لہم و بخشے بخشائے ہوئے ہوتے ہیں. الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. الہ العالمین رمضان میں جو عبادات ہوئی اپنے دربار میں قبول و منظور فرما دے. الہ العالمین آج انعام کا دن ہے، اکرام کا دن ہے، تو اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، انعام فرماتا ہے، اکرام فرماتا ہے. الہ العالمین تمام حاضرین کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے. الہ العالمین تمام حاضرین کو مغفرت اور رحمتوں کے خزانے عطا فرما. الہ العالمین ایسی مغفرت فرما کہ پھر شیطان کے شکار نہ ہو سکے. الہ العالمین دائمی مغفرت فرما. الہ العالمین ایسی مغفرت فرما کہ پھر ہم گناہوں کی طرف نہ لوٹیں. الہ العالمین ایسی استقامت نصیب فرما کہ پھر ہم گناہوں کی طرف نہ لوٹے. الہ العالمین مغفرت دائمہ اور الہ العالمین ایسی مغفرت اس پر ہمیں استقامت عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا فرما. جو بھی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ان کے دلوں میں ہیں، الہ العالمین ان کی جائز حاجات کو، ان نیک تمناؤں کو پورا فرما. الہ العالمین تیرے یہ بندے تیرے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی بساط جو ان کی تھی، جو توفیق تو نے عطا فرمائی کہ انہوں نے روزے رکھے، عبادات کی، الہ العالمین وہ تمام عبادات قبول فرما. ان کی جائز تمنائیں پوری فرما. الہ العالمین بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں اس مجمع میں ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما.
گھروں میں اسپتالوں میں الہ العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما آمین جملہ مرحومین کی مغفرت فرما آمین ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما آمین الہ العالمین جتنے بھی کلمہ گو امت رسول اللہ کی فوت ہو چکی ہے سب کی مغفرت فرما آمین الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما آمین الہ العالمین بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار عطا فرما آمین الہ العالمین جتنے بھی نوجوان بچے اور بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں ہیں یونیورسٹیوں میں ہیں کالجوں میں ہیں الہ العالمین ان کو کامیابی عطا فرما آمین الہ العالمین ان کو کامیابی عطا فرما آمین ان کو نیک بنا دے الہ العالمین ان کو دین پر استقامت عطا فرما دے الہ العالمین ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے الہ العالمین ان کو والدین کے فرما بردار بنا دے الہ العالمین جتنے بھی نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو جن کے رشتے نہیں ہوئے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما والدین کی پریشانیاں دور فرما الہ العالمین تو والدین کی رہنمائی فرما نیک لوگوں کی طرف ان کی توجہ مبذول فرما اپنے نیک لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما الہ العالمین تمام بچے اور بچوں کی ان کے ایمان کی حفاظت فرما الہ العالمین ان کے کردار کی حفاظت فرما ان کے گفتار کی حفاظت فرما الہ العالمین جو بے دینی پھیل رہی ہے اس وقت اس بے دینی سے ان کو محفوظ فرما الہ العالمین تمام ہمارے دوست احباب جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں الہ العالمین ان کی تشریف آوری کو ان کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما الہ العالمین جن ساتھیوں نے یہ اجتماع کا اہتمام کیا اس کے لیے سعی کی کوشش کی الہ العالمین ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما الہ العالمین ان کو خوب برکت اور رحمت عطا فرما الہ العالمین جتنے بھی ہمارے ارد گرد کی مساجد بن رہی ہے خصوصاً ہماری مسجد بلال کا پروجیکٹ سامنے ہے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس میں ہماری رہنمائی فرما اور اپنے نیک بندوں کو ہماری طرف متوجہ فرما تمام حاضرین ہم سب کو الہ العالمین توفیق دے اور ہم سب کو قوت دے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں اور تیرے اس گھر کی آبادی اور اس گھر کو الہ العالمین صحیح طریقے سے ہم تعمیر کر سکیں الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور جتنے تجھ سے دعائیں فرمائی ہیں الہ العالمین دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما جن شرور سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی شرور سے پناہ عطا فرما الہ العالمین ہر خیر نصیب فرما ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں بہت سے بہن بھائیوں نے فون کر کے میسج کر کے دعاؤں کی درخواست کی ہے الہ العالمین تو ان کی حاجات کو جانتا ہے اپنے فضل و کرم سے الہ العالمین ان کی حاجات کو پورا فرما ان کی مشکلات کو دور فرما ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین جو ان کی جائز خواہشات اور نیک تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میری طرف سے مسجد بلال اور مسجد ابراہیم کی تمام انتظامیہ کی طرف سے آپ تمام حاضرین کو عید کی خوشی مبارک ہو. جزاکم اللہ خیرا. مولانا سے لحقكم مركعي ولا في منذ شوف عید مبارک حسین on behalf of Masjid Bilal and Masjid Ibrahim. Can I request all volunteers please make sure Shed body. مددك داوم شد مولانا سيب له مبارك لكم يوم مبارک ضرور ہمارے عید مبارک جناب ماشاءاللہ فرما عید مبارک تقبل اللہ منا و منکم عید مبارک ماشاءاللہ ہاں عید مبارک تکلیف در کو
مقتدي او یې معتدي واشه د ځوان دي چې دا شانتي خبرې دي دا دوه خواږه پښتانه دلته میلاویږي د اختر مبارکي بل ورکوي او دغه او هلکه دواړه راته خپل نومونه مو ووایې دا جی زما نوم محمد آصف دی دا یاسین خان دی ښه صحیح او دواړه د مردان دي الحمدلله زما یو ملګری مجید خان په دفتر کې او نو دواړه دغه د کلیوال دي هغه د معیار و پته نشي دا تاسو ټول ته مبارکي وایي دغه وایي ډېر زبردست دې ځوانانو ته وګورئ یاره دا دلته دغه دی الحمدلله مسلمانان ډېر زیات دي او هغه تر ته یو ګڼه وسمجي او دا څنګه یو بل دغه او دې ځوانانو ته ګورئ دا ولاړ دي دلته زبیر شاه نوم یې دا تعلق کوهاټ سره ساتم اوس زه غواړم ستاسو نه اجازت د خدای په امان ډېر ډېر سلامونه او ټولو ته دې اختر مبارک شي